عمرك سألت نفسك ليه الموتور ما بيفرطش من بعضه بعد ملايين الحركات مع إن البساتم طالعة نازلة آلاف المرات في الدقيقة؟ الموضوع مش عشان الموتور قوي، في الأول المهندسين افتكروا إن الحل إن البستم يلف ويدور مع الحركة، لكن اللي حصل كان العكس تمامًا، كل ما حاولوا يخلوه يلف أكتر الموتور كان بيبوظ أسرع، فالحل الحقيقي كان إن هم يغيروا الحركة نفسها. الكرانك بياخد قوة البستم ويحولها لدوران، وفي نفس الوقت الأسطوانة بتجبر البستم إنه يفضل ماشي في خط واحد بس ده مش كل حاجة. طب ليه الموتور ما بيدمرش نفسه من الأول؟ السر في الزيت، زيت الموتور بيعمل طبقة رفيعة جدا تفصل الحديد عن الحديد، والغريب إن السرعة نفسها بتساعد الطبقة دي تفضل ثابتة، لكن الزيت لوحده مش كفاية، عشان كده في شنابر في البستم رفيعة وقوية ومتظبطة بالملي، بتحمي البستم وتقفل كل حاجة بإحكام وتخلي الحركة ناعمة. ولما الأسطوانة تبتدي تتآكل في الموتورات القوية بيستخدموا بطانات حديد تغير البطانة مش الموتور كله، اللي شكله عنيف هو في الحقيقة متسيطر عليه، اللف بيبقى انزلاق والفوضى بتتحول لحركة محسوبة. سؤال أخير، هل دايما اختصار الطريق بيعني تصميم أحسن؟ مستني رأيكم. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.